والوقت محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نكمل إخواني الكرام ما بدأنا حديثه بتناول سيرة السيدة عائشة والكثير من المخالفات التي أحدثتها سواء في حياة النبي وبعد استشهاده وارتحاله إلى الرفيق الأعلى. طبعا هنا سؤال: هل مص النبي صلى الله عليه وآله لسان عائشة وهو صائم؟ وهذه مشكلة أخواني الكرام، يعني جاء في النصوص حرمة القبلة على الصائم، وهذا طبعا مذكور أيضا في فقهنا الجعفري الاثنى عشري، وهذا ذكرها العلامة الحلي بكتابه تذكرة الفقهاء الجزء السادس صفحة 254. بينما جاءت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمص لسانها وهو صائم، وهذا موجود في الكامل لابن عدي الجزء السادس صفحة 468، وأيضا سبل الهدى يعني الجزء 11 صفحة 172. طيب، طبعا هذا لا يجوز شرعا لأنه مفطر، والنساء تستحي من ذكر الخصوصيات الزوجية الصحيحة، فكيف بالكاذبة منها؟ والله سبحانه وتعالى ذم هذه المرأة لأفعالها المنكرة مع النبي صلوات الله عليه وآله ومع المسلمين، فسعت لوضع أحاديث مبينة لحب النبي صلى الله عليه وآله إياها ولو على حساب الشريعة، فكانت محللة للحرام ومحرمة للحرام، مثل هذا الحديث التي نسبته للنبي الأعظم صلوات الله عليه وآله. أيضا ذكرت بحديث آخر قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وآله فقام عمر خلفه بكوز من الماء فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به. لاحظوا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وآله ذهب حتى يقضي حاجته، فجاء عمر حسب الحديث بكوز من الماء، فقال النبي: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به. لاحظوا تكملة الحديث، فقال صلى الله عليه وآله: ما أمرت، كل ما بلت أنا أتوضأ، ولو فعلت لكان سنة. وهذا ذكره النووي بالمجموع الجزء الثاني صفحة 98، وأيضا مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 241، ومسند الإمام أحمد الجزء السادس صفحة 95، وسنن أبي داود الجزء الأول صفحة 18، ومسند ابن راهويه الجزء الثاني صفحة 667. طبعا جاء باتفاق الآراء بطلان الوضوء بالتبول، وأرادت عائشة هنا تغيير الأحكام الشرعية في الوضوء رغم عدم مصلحتها الذاتية في الأمر، مما يبين منهجها بتغيير الأحكام الشرعية في الصلاة والصيام والمواضيع الأخرى، مثلما قالت القبلة ومص لسان المرأة لا يفطر، وقالت أيضا: ما بال رسول الله قائما قاط، بينما البعض يتهم النبي وحاشاه لرسول الله أن يبول واقفا. وهذا أيضا ما بال رسول الله قائما قاط، هذا أخواني ذكر بسنن النساء الجزء الأول صفحة 26، والمستدرك للحاكم النيسابوري الجزء الأول صفحة 181، والسنن الكبرى للبيهقي الجزء الأول صفحة 101. ورغم هذا خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الكثير من يعني هذه الأمور، وأيضا للأسف الكثير من النواصب خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وتراهم يبولون من قيام في كل مكان اقتداء بالخليفة الثاني حسب قولهم. نكمل بالجزء 28.